الشرطه والزوراء اكبر الانديه التاريخيه بالعراق، هيك تمثل العراق واسيا؟ انديتنا بالعراق رافعين شعار واحد، احنا ما ننافس، احنا مجرد نشارك، نسافر، نتونس، نغير جو للاعبين للمدربين، نرجع بخسارات ثقيله، ماكو شيء جديد. الزوراء والشرطه خسروا بالخمسه، والاهلي والنصر بهذلونه، كل معنى الكلمه بهذلونه. احنا لا متى نضحك على انفسنا، والله احنا لا متى نبقى نضحك على انفسنا يا اخوان. اتمنى انه يسمعون هذا الكلام، اللاعبين، الاداريين، نادي الزوراء، نادي الشرطه، الجماهير. ترى تمثيل العراق باسيا مو بس شعارات، يحتاج لشغل. شوف الانديه شلون يهتمون باللاعبين، يهتمون بانديتهم، يهتمون بكل شيء بدق التفاصيل، الا احنا بالعراق يدورون على الترند. يعني يطلع عندك لاعب اللي هو حسن عبد الكريم، اللي هو لاعب الزوراء قوقيه، الملقب بقوقيه، بالمؤتمر الصحفي وقدام وسائل الاعلام بالاتحاد الاسيوي، يطلع بالاعلام ويصرح يقول لك راح نواجه افضل ثاني لاعب بالعالم. انت من تكون حتى تحكي على رونالدو؟ انت شنو من لا يعني انت تفتهم انت شنو حتى تقارن رونالدو او تقارن ميسي او تقيمهم؟ انت شنو من لاعب؟ انت خلصت عمرك لاعب سيء، مو زين، لا بالنادي زين، لا بالمنتخب زين. شنو انت تقارن رونالدو؟ تطلع قدام الاعلام على مود شنو؟ تدور شو؟ رحت خسرت بالخمسه. سويت الشوط الاول طوبتين ما مستلم، انت طوبتين ما مستلم. ولا اللاعب الثاني مصطفى سعدون الدقيقه 78 خسران بالاربعه وبملعبه ويبدلونه ضايج، يضرب هذا ويضرب الدكه وما اعرف شو يسوي. ضايج انت على شنو ضايج؟ انت خسران بالاربعه، انت شنو اللي سويته؟ صرت شارع، انت بالمنتخب شارع، بالنادي شارع، شنو اللي سويته؟ على شنو ضايج؟ والله انا بمكانكم اتركوا كره القدم، والله بطلوا. والله شوفوا انت، شوفوا زاخر جاي يسوي، روح شوفوا زاخر جاي يسوي، شوفوا دهوك العام سوى، الموسم اللي قبله شوفوا دهوك سوى. يعني عيب انتم تبقون بهاي العقليه، حالي اللي بالشو وبالاعلام وبالتصريحات. يعني شويه انتبهوا على نفسكم. فريق بملعبه يخسر بالخمسه، الثاني خارج ملعبه يخسر بالخمسه، ماكو اي اداء. ما اعرف، تطوروا، ثقفوا وتطوروا، واذا ما تتطورون هسه انتم امكانياتكم مو زينه، تعلموا. ما تتعلمون باعوا، هسه تباعوا، ادخلوا باعوا، شوفوا الدوريات، شوفوا الانديه شلون تشتغل وطور من نفسك. بس انتم ما شاء الله ملتين بغير امور.